بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفيديو بتاع النهارده انا ما كنتش محضره له ولا مجهزه له اي حاجه خالص، انا مجرد فكره جت في بالي وانا قاعده، فحبيت ان انا اشاركها معاكم واطلع افيدكم بيها. احنا هنفيد بعض، يعني انتوا ممكن تقولوا لي ايه في التعليقات، ايه ممكن اعمله، وانا استفيد منكم، وانا بفيدكم في الفيديو بتاعي ده بكام فكره بس صغيرين تقدروا ان انتوا تعملوهم. الجو حر جدا، حر لدرجة ان ممكن يخلينا دايما متعصبين، حر لدرجة ان في ناس ضغطها بيعلى من شدة الحرارة. فانا فكرت ان ممكن نعمل شوية حاجات تخلينا ما نقفش في المطبخ اكتر من نص ساعة، نص ساعة بس، ونطلع من المطبخ ونكون عاملين أحلى أكل وكل حاجة، ونرضي ولادنا ونرضي العيلة كلها، ونبقى احنا كمان مرضيين، لا تعبنا ولا أخدنا وقت ولا فرهدنا في الحر ده، وفي نفس الوقت عملنا اللي مطلوب مننا. زي ايه مثلا؟ زي الكفتة اللي معايا دي. الكفتة دي أنا كنت عاملاها من فترة وأخدت منها، يعني باخد منها لما بكون محتاجة، مثلا هعمل كفتة النهاردة بكون بطلعها، أخد منها الكمية اللي أنا محتاجاها على قد عدد أفراد أسرتك أو على قد عيلتك. وبعمل فيها ايه بقى؟ ممكن ادخلها الفرن، اشويها في الفرن، احط مثلا شرايح بصل وطماطم واحط ارص عليها الكفته وادخلها الفرن تتشوي. ممكن اقليها عادي في الزيت على البوتاجاز من فوق، ما بتاخدش وقت خالص. هي دي كفتة البرغل، وانا كنت عملتها معاكم على القناة، وكل الحاجات اللي هتشوفوها معايا النهاردة انا كنت عاملاها معاكم على القناة. اللي عايز يرجع للفيديوهات وهيشوف حاجات كتيرة جدا وهيستفيد منها. دي كفتة البرغل معمولة بربع كيلو بلحمة مفرومة، كانت مطلعة معايا كمية كويسة جدا. بطلعها مثلا وقت ما اكون محتاجة مع شوية رز مثلا اصفر او رز بسمتي، او احمر معاها بطاطس والعيش وشوية سلطة، براحتك بقى اي حاجة هتقدميها معاه. المهم ان هي مش هتاخد معاكي اي وقت، وهتخلصي وهتطلعي من المطبخ، مش هتاخدي كمان، مش هتكملي نص ساعة. يعني على ما هتسوي بس الرز هتكوني حمرت الكفتة وعملت السلطة، خلاص طلعت من المطبخ، يعني اقل كمان من نص ساعة. ممكن كمان نعمل ايه؟ ممكن نعمل البرجر، برجر الفراخ وبرجر اللحمة، انا عملتهم معاكم على القناة بكميات، سواء اللحمة او الفراخ كمية قليلة جدا تقدر تطلع منها كمية برجر كبيرة وكذا، يعني كذا قرص زي ما انت شايفة كم حبة اهو. بزود الكمية بايه؟ ببصل وبالفول الصويا، اللي مش حابب يحط فول صويا ممكن يحط الحمص، بيسلق الحمص وبيزود بيه الكمية. انا عملته معاكم على القناه باكتر من طريقه. البرجر من الحاجات اللي الولاد بتحبها جدا وسهل، يعني انت لو حابه ان انت تعملي الكايزر في البيت، يعني العجينه في الصيف ما بتاخدش 10 دقايق، من يعني ربع ساعه، ربع ساعه مثلا في التخمير. بتعجني العجينه بدقيق وميه وملح بس، مش اكتر من كده مع الخميره طبعا، وبتسيبيها ربع ساعه تخمر على ما بتقرصيها وتدخليها الفرن. بتكوني حمرتي البرجر وعملتي مثلا الكاتشب او التوميه، وقطعتي مثلا خيار وطماطم وفلفل وبصل والحاجات دي، يعني على ما الحاجه الكايزر اللي في الفرن بيكون استوى، انت بتكوني خلصتي الحاجات اللي هتحشي بيها البرجر، وخلاص على كده. وبتبقي برضو عملتي وجبه الغدا بتاعتك وجهزتيها وطلعتي من المطبخ ما كملتيش نص ساعه. برضو من الحاجات اللي الولاد بتحبها جدا. يعني دي من الحاجات اللي انت لو في يوم مش عايزة تعملي مثلا ايه رز وخضار وطبيخ وكلام من ده، فدي هتبقى حاجات سهلة وسريعة وكمان الولاد بتحبها. ممكن كمان دي عجينة البرجر، طبعا هي متجمدة، انا كنت عاملة كمية كبيرة ولما احتجت اخدت منها. بس في حاجة، اي حاجة من اللي انا مطلعاها معاكي في الفيديو دي كلها حاجات متجمدة، يعني ما ينفعش نطلعها كلها ونسيبها تفك وبعدين نرجع نحطها في الفريزر تاني تتجمد ونطلعها تاني وهكذا. لا، انا بطلع زي ما انت شايفة كده، بطلع اخد من الحاجة الكمية اللي انا عايزاها بس على قد ما انا محتاجة وتفك براحتها، انما الباقي بربطه بسرعة في الكيس او في العلبة اللي انا حاطة فيها وبرجعها الفريزر تاني على طول. دي عجينة الحواوشي، انا كنت عاملاها كمية كويسة واخدت منها يعني نصها كسرته كده
واحنا انا ببقى حاطه الحاجه في الكيس مفروده علشان اقدر لما اكون محتاجه منها كميه صغيره اكسرها وبتتكسر معايا بكل سهوله. بسيبها بره تفك براحتها، وبعدين بحشيها في العيش بتاع الحواوشي، وبروح مدخلاها بقى الفرن لو هسويها في الفرن، او بحطها في الطاسه على عين البوتاجاز من فوق وبسويها سواء كده او كده. انا عملت معاكم برضو الحواوشي على القناه وكان سهل جدا. بربع كيلو لحمه مفرومه بتعملي كميه كويسه وكبيره جدا من الحواوشي. بحط عليه بصل وبحط عليه فلفل وبهارات، بزود الكميه وبتتضاعف، بتبقى معايا حلوه جدا وبيبقى انضف واوفر بكتير من بتاع بره. وقلت لك كمان ان ممكن تحشي الحواوشي وتخليه في الفريزر جاهز. يعني انا المره دي اللي خلاني اعمل العجينه واسيبها جاهزه، ولما احتاج اطلع احشي العيش، لاني في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه التفريزات بتاعتي ما كانش العيش موجود. بس بعد كده لما جبت العيش اخدت منها الكميه اللي انا كنت محتاجاها، وطلعتها يعني من الفريزر، فكت وحشيت الحواوشي. وبرده ما خدش معايا وقت، يعني انا مجرد ان انا حشيته وسويته وخلاص. على ما هو استوى كنت عملت طبق السلطه، وكان الغدا بتاعي جاهز. يعني برضو نص ساعة. انا كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي نص ساعة وممكن اقل، يعني انت لو سريعة شوية ممكن ما تاخدش معاك النص ساعة. ممكن كمان فكرة من الأفكار اللي انت تعمليها، اللي هي الشاورما. دي كان مثلا صدر فرخة أو صدرين فرخة، مش فاكرة بالظبط، بس كنت عاملة بيهم ايه. أنا كنت أولا مزودة الكمية ببصل وفلفل ألوان، بس كده، والبهارات والملح. دي تقدري تقولي عليها شاورما. لو عايزة تحشي بيها مثلا كريب تقدري تحشي بيها. طبعا هي لما متجمدة مش باينة فيها القطع بتاعة الفراخ، بس انا لو سبتها فكت هتبقى هتشوفيها. يعني طبعا انا مش هينفع ان انا اسيبها تفك علشان هفرزها تاني وكده، مش هينفع طبعا. القيمة الغذائية بتاعتها هتفقدها. وفي نفس الوقت انا يعني مش عايزة اجمد وافرز وتفك وهكذا. انا بقولك الفكرة ان دي صدور فراخ معمولة زي الشاورما، تقدري تحشي بيها كريب او تقدري تعملي بيها بيتزا. طب البيتزا وعجين وهنعجن وهناخد وقت، لا احنا في الصيف وزي ما قلت لك هي عجينة البيتزا برضو مش هتاخد معاكي اي وقت زي الكايزر. الدقيق والمية والملح والخميرة وخلاص. 10 دقايق ربع ساعة بالكتير العجينة بتبقى خمرت جدا، لان الجو بجد حر، حر بشكل صعب، وخصوصا في المطبخ يعني. فهي مش هتاخد معاكي وقت. وبتفردي البيتزا بتاعتك في الصواني، وبتحطي عليها من فوق بقى اللي انت عايزاه، زيتون مع شرايح العصاج اللي احنا عاملينه، عصاج الفراخ ده تقدري تقولي عليه عصاج فراخ، وممكن كمان تعملي عصاج لحمه، مفيش مشكله. وبتحشيها، حطي معاها زيتون، حطي معاها شرايح فلفل، حطي بقى اللي انت عايزاه، جبنه موتزاريلا اي حاجه، ودخليها الفرن. ما بتكملش برضو معاكي 10 دقايق في الفرن او ربع ساعه بالكتير، وبتطلعي بتبقى عندك احلى بيتزا، بترضي الولاد وبتبسطيهم، وما قعدتيش برضو وقت كبير في المطبخ. حاجة كمان موجودة دلوقتي ومتوفرة وتقدري تعمليها، اللي هي الملوخية. من الحاجات اللي احنا بنحب ناكلها في الصيف قوي، ويعني بتبقى باردة كده، بتبقى يعني بترطب علينا، ما بنحسش ان هي بالحمو اللي احنا زي باقي الخضروات او الطبيخ المعتاد. فانت تقدري دلوقتي تجيبي الملوخية بكمية كويسة موجودة في السوق ومتوفرة وسعرها كويس. هاتيها، ارطفيها، اغسليها، خرطيها، سواء هتعمليها بالمخرطة او هتعمليها في الكبة براحتك. اعملي كمية كبيرة مرة واحدة عشان ترتاحي منها، لان الملوخية من الحاجات اللي بتاخد وقت بقى، قرطفة وتخريط وبعد كده بنطبخها فبتاخد وقت. لا انت كده بتوفري على نفسك وقت كبير جدا في التجهيز ده كله. وبتروحي بس مطلعاها من الفريزر، بتنزلي بيها على الشوربة بتاعتك على طول، وبتبقي عندك زي ما هتشوفي معايا بعد شوية بتعملي بقى الطشة بتاعتها، وبيبقى خلاص طبخنا وخلصنا. مع اي نوع خضار او اي شوية رز مع فراخ او لحمة براحتك زي ما انت عايزة. يبقى الملوخية من الحاجات السهلة، وتقدري ان انت تفرزيها في الفريزر وتوفر معاكي كتير في الوقت، لو انتوا من الناس اللي بتحب الملوخية. وما اعتقدش ان في حد ما بيحبش الملوخية. في كمان الصلصة. طبعا انا فرزت معاكم الصلصة كتير جدا على القناة،
وقلت لكم ان الطماطم الايام دي، وفي الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا جايبه الطماطم رخيصه تجيبها من السوق. تقدري تجيبي كميه حلوه وتسويها على البوتاجاز. بسلقها في الاول، وبعد كده لما بتبرد بضربها في الخلاط وبصفيها وبرجعها تاني على البوتاجاز لغايه لما بتتسبك كويس قوي وتتقل خالص. وبعد كده بروح معبياها في الاكياس، وبفرد الاكياس زي ما انت شايفه كده، وبحطها في الفريزر عشان ما تاخدش معايا مكان. بعمل كميه كبيره. طبعا انا مش مطلعه كل الكميه بتاعتي، انا مطلعه بس دي علشان اقولك على الفكره بتاعتها. بتطلعيها بتبقى معاكي، ما بتخليكيش تاخدي وقت في الطبخ خالص. كمالة بقى الصلصة او التسبيكة ايه اللي هي البصل. طبعا انا البصل ده كنت مفرزاه، وكنت مفرزه كميه كبيره، كنت عامله اللي هو الصغير ده بتاع الطبيخ، وكنت عامله كمان شرايح، وكنت عامله قطع اكبر من كده شويه. يعني كنت عامله 3 انواع. وبرده شاركت معاكم في فيديو قبل كده تقطيعات البصل من ضمن التجهيزات. بمجرد ان انت بتطلعيه من الفريزر بتاخدي القطعه اللي انت محتاجاها، زي ما انا زي ما انت شايفه كده المكعب او القطعه اللي انت عايزاها، وبتحطيها في الماده الدهنيه بتاعتك في الحله. بتنزلي عليها بالصلصه اللي اصلا هي جاهزه ومتسبكه. خلاص الموضوع بالنسبه لك التسبيك الطماطم بياخد وقت كبير في المطبخ واحنا شغالين. لسه هتجيبي الطماطم وتضربيها وتصفيها، وتجيبي البصل وتقشريه وتقطعيه، وبعدين تقعدي بقى تشوحي وتسبكي الطماطم وتاخد وقت. احنا كل ده وفرناه في مفيش، يعني في دقيقة كل حاجة كانت جاهزة. بتطلع الحاجات من الفريزر على التسوية على طول. يعني شوفي قد ايه الوقت اللي انت وفرتيه. تقدري كمان تجيبي الخضار وتفرزيه. الايام دي موجودة الكوسة وبكمية كويسة والسعر بتاعها حلو جدا. تقدري تجيبي كمية كوسة زي ما انت عايزة او زي ما انتوا بتحبوا. تجيبيها تقشريها وتقطعيها يعني بالحجم اللي انت عايزاه، وحطيها في اكياس وحطيها في الفريزر. يبقى عملنا البصلة، نزلنا عليها بالصلصة، طلعنا الكوسة وحطيناها. يعني ما كملتيش في ثانية الا ثانية كنت طبختي وخلصتي. على ما تعملي مثلا الكوسه وهتستوي تكون على العين التانية عملتي مثلا شويه رز، على العين التالتة عملتي الملوخيه اللي برضو اللي عندنا جاهزه. يعني بصي انت ما كملتيش اهو، زي ما احنا زي ما انت شايفه معايا. ويعني لو تخيلت كده الموضوع هتلاقيه سهل جدا، يعني اقل كمان من نص ساعه هتبقي عملتي كذا صنف. ليه؟ الحاجه عندك جاهزه ومتوفره، اللي هي مش هتخليكي تاخدي وقت. ده ايه ده البرطمان اللي انا اللي ما ينفعش يكون الفريزر بتاعي خالي منه. ده التوم اللي احنا مفرزينه. يعني انا فرزت البصل، وبرده في نفس الفيديو اللي انا كنت مفرزه في البصل كنت مفرزه في التوم. التوم بجيبه بقشر كميه كبيره وانا قاعده فاضيه في اي وقت بتتفرج على التلفزيون بقى، ولا على التليفون على فيلم، ولا على اي حاجه برنامج. بتروحي جايبه كميه وانت قاعده تقشريهم، وبتروحي مثلا هتدقيهم في الهون، هتهرسيهم بالهراسه، هتضربيهم في الكبه، اي حاجه، وبتحطيهم في البرطمان بتطلعيهم. يوم عايزه تعملي ملوخيه زي كده، ولا بقى هتجيبي وتقشري وتدقي وتعملي؟ لا، خلاص بطلع البرطمان من الفريزر وباخد المعلقه وبنزل بيها على الماده الدهنيه بتاعتي، وانزل بالطشه بتاعتي على الملوخيه او على اي حاجه انا حابه احط عليها توم. في ثواني بتبقي مخلصه. شوفي قد ايه التفريزات بتريح وبتوفر معانا في الوقت وفي المجهود، والله العظيم. جربي تعملي كده وشوفي قد ايه هترتاحي. دي كمان ايه؟ دي الدقة او هرسة الفلفل الاخضر اللي احنا بنعملها للبتنجان، اللي هو اللي احنا بنخلله، سواء هتقليه او هتسلقيه. ممكن برضو تحشي بيها السمك. ممكن تحطيها على الطماطم اللي احنا بنحب نعملها كده مخللة او بالدقة. بتوفر معاكي. لا بقى تقعدي تجيبي فلفل وتقطعيه وتقشري توم وتدقي وتحطي وتظبطي، لا، ده بيبقى البرطمان ده جاهز بكل حاجته، وعملته معاكم برضو على القناة. بيبقى جاهز، طلعيه وخدي منه الكمية اللي انت محتاجاها واشتغلي بيها. بصي كل التفريزات والتجهيزات واي حاجة، طبعا في حاجات اكتر من كده بكتير، بس انا حبيت اشارك معاكم الحاجات دي اللي موجوده عندي في الفريزر. اعملي منها كميات كبيره وفرزيها. يعني لو موجود عندك مساحه في الفريزر هاتي فاصوليا، هاتي لوبيا، هاتي يعني اي خضروات تقدري تفرزيها. اي تصنيفات لحوم مصنعات تقدري انت تعمليها في البيت هاتيها واعمليها. وفري على نفسك في الوقت والمجهود في الحر ده. وريحي نفسك من حاجات كتير. يا رب الفكرة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها.
ويا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. وبحبكم جدا وبحب ان انا افيدكم، ويا ريت انتوا كمان تفيدوني وتقولوا لي على اي حاجة عندكم بتعملوها وبتريحكم من الوقفة في المطبخ او من التعب بتاع الصيف والحر. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.